السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ عفيفه كيتشن. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وصفه اليوم ان شاء الله غنوجد معكم مرقه ديال اللحم بالقيم، وكله زوينه بزاف وكتجي لذيذه. نمروا ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا اللحم غنمي، ديروا هنا عندي كيلو الا ربع ديال اللحم غنمي. ديروا نتوما الكميه اللي بغيتو على حسب افراد الاسر ديالكم. بصله كبيره مقطعه رقيقه، عندي ربيع، 2 معالق ديال الربيع مقطعين، معلقه ديال الزبده صغيره، ودرس ديال الثومه محكوك، الزعفران شعره، عندي سكنجبير، الخرقوم، الابزار، عندي الزيت نباتيه وزيت الزيتون مخلطه، والملح، وعندي القيم منقي ودرتو في الماء الحامض باش ما يكحلش. نمروا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ طنجره ديال الضغط الكوكوط وغنضيف فيها اللحيمات. كما قلت لكم كميه ديال اللحم ديروا على حساب افراد الاسر ديالكم الكميه اللي بغيتو. غادي نضيف الربيع مقطع، الزبده ودرس ديال الثومه محكوك، غادي نضيف الزعفران شعره، نسخنو ونحكو ما بين يديا بحال هذا الشكل هذا باش كيعطينا اللون وكذلك المذاق. غادي نضيف الخرقوم، معلقه صغيره ديال الخرقوم عامره، سكنجبير، معلقه صغيره كذلك عامره، ونص معلقه ديال الابزار. انا هنا درت القيم، درت 300 غرام ديال القيم منقي، وغادي نضيف الملحه، نص معلقه ديال الملح على حسب الذوق، وغادي نضيف بصله مقطعه رقيقه كبيره، وغادي ندير واحد نص كاس ديال الماء، وغادي ندير اللحيمه والعطريه والبصله تيتشحروا. ما غاديش نضيف الزيت باش داك اللحيمات يشربوا العطريه مزيان. عاد غادي نضيف الزيت ان شاء الله، نخليهم حتى يتشحروا ان شاء الله ونرجع معكم. غادي نضيف زيت الزيتون وزيت نباتيه مخلطه، ولا ما كاينش زيت الزيتون نضيفوا غير زيت النباتيه. تقريبا ضفت واحد نص كاس ديال الزيت صافي. وغادي نضيف الماء القياس اللي غادي طيب ليا فيه اللحم والقيم. غادي نسد الكوكوط ونخليها طيب اللحم مزيان. غادي نخليها تقريبا 40 دقيقه، عاد غادي نرجعوا ان شاء الله باش نلوحو القيم. نخليو حتى كتقرب طيب اللحم، كيبقى ليها غير واحد شويه. اللحم بعد ما مرت عليها 40 دقيقه، يعني تقريبا اللحم طايبه باقي لها غير واحد شويه. غادي نضيف القيم تقريبا درتو مده ديال ربع ساعه، ماشي بزاف حيت دغيا كيطيب. صافي كنضيفو القيم منقي، وكنضيفو معلقه ديال السكر سنيده ولا معلقه ديال العسل صافي. وكنسد الكوكوط ونخليه ربع ساعه حتى كيطيب وتوكح المريقه صافي. وكنقدموه هنا من بعد ما طاب القيم ونشفات الكوكوط كما كتشوفوا كتبقى غير شويه ديال المريقه. تنحطوه في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا قناتي تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل فيديو جديد. نبقى الا نقول لكم صحه والراحه وشهيه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله.